الذي يخوض الإضراب عن الطعام لليوم 89 على التوالي. هذا الأسير لاعب كرة القدم، لاعب المنتخب الفلسطيني، والذي مثل الشعب الفلسطيني حق التمثيل في كل الساحات الدولية. ها هو من جديد يمثلنا حق التمثيل في مواجهة هذا العدو الظالم، وهو يقف في مواجهة سياسة المقاتل غير الشرعي، هذه السياسة العنجهية، هذا التجاوز، هذا الانتهاك الخطير لكل الأعراف والقوانين الدولية، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يأتي محمود السرسك ليقف نيابة عنا اليوم في مواجهة هذه السياسة، ونقول له سر على بركة الله، فأنت على حق يا محمود، أنت تنير ظلامنا بجوعك وألمك وبمرضك، فأنت بالأمس قد حولت إلى مستشفى خارجي، حولت للتدهور الخطير الحادث على مستوى حالتك الصحية. أنت تجوع، أنت تألم، أنت تمرض، ونحن نؤكد أننا نشعر بشعورك ونحس بإحساسك، وأننا لن نبخل بجهد في هذا الطريق من أجل نصرتك ونصرة الأسرى، كل الأسرى، وخاصة أنتم مضربين عن الطعام، محمود السرسك، أكرم الرخاوي، سامر البرق، كل في طريق يريد أن ينال حريته من براثن هذا العدو المجرم. محمود السرسك هذا اللاعب الرياضي له حق أيضا على كل اللجان الرياضية، محلية كانت أو إقليمية أو دولية، ونقول للجميع لا بد أن تقفوا مع محمود، فهذا اللاعب الرياضي من حقه ككل لاعب أن يتنقل من ناد لآخر، أن يتنقل من ساحة لساحة أخرى ليمثل هذه اللعبة، لعبة كرة القدم. وبالتالي على الفيفا وغيرها من اللجان الدولية لكرة القدم أن تتدخل لإنقاذ حياته، أن تعمل للإفراج عنه وهو يئن تحت وطأة السجان. لك المجد يا محمود، وأنت رغم ألمك، رغم الوهن الذي لحق بجسدك، رغم أنك خسرت أكثر من 25 كيلوغرام من الوزن، إلا أنك تقول أن الروح سامقة، أن الإرادة عالية، وأنك مستمر بإضرابك حتى تحقق حريتك وتكسر هذه السياسة العنجهية المسمى المقاتل غير الشرعي. ونؤكد لكم أن هذه السياسة تطال اليوم نعم محمود بمفرده، ولكنها طالت العديد من أبناء قطاع غزة، وقد تطال أحدنا في الأيام القادمة، وقد تطال أحد أبناء قطاع غزة في أي يوم قادم، لأن معظم أبناء قطاع غزة حينما ينهوا مدة محكوميتهم في السجون كانوا يحولون إلى السجن من جديد تحت هذا المسمى، تحت هذه السياسة، سياسة فيها انتهاك لحقوق الإنسان. وبالتالي نوجه خطابنا من جديد إلى المجتمع الدولي، إلى الأمم المتحدة، إلى منظمة الصحة العالمية، إلى منظمة العفو الدولية، إلى كل منظمات حقوق الإنسان، أنقفوا عند مسؤولياتكم، أنتم الذين سننتم القوانين، أنتم الذين خططتم الاتفاق